مبدئيا كده يا جماعه انا عايزه حد يفهمني ايه الهدف من اعلان النادي الاهلي اللي هو دلوقتي موجود في الاعلانات. يعني هل هم مثلا عايزين تبرعات؟ يعني تبصوا كده من تحت تلاقوا مكتوب القلعه الحمراء والناحيه الثانيه مكتوب فيه خط ساخن. يعني هل هم مثلا بيعملوا ميني مبنى علشان اللي هو المبنى الملحق ده اللي على جنب المبنى الاساسي عشان يعملوا استاد تاني جنبه، ولا هم بيعملوا مستشفى تبع عايزين تبرعات، ولا ايه القصه؟ ماشي، ده مبدئيا. التساؤل الثاني والمهم، فين كابتن حسام حسن؟ يعني ايه يا مصطفى الهداف التاريخي للنادي الاهلي ما يبقاش موجود في الاعلان؟ انا عايزه افهم. هتقولوا لي مثلا كان مشغول، كلمناه ما ردش، جيبوا كابتن ابراهيم. مش هناخد بالنا من الفرق قوي يعني، بس كتقديرا ليه كان لازم يكون كابتن حسام حسن موجود في الاعلان. ابو تريكه ظهر وفي السنتر في المقدمه. ماشي يا جماعه، عايزه ارفع القبعه، ارفع الاشارب لفريق كرياتيفيتي الجامد اللي عامل الاعلان. حط حته لو تلاحظوها كده على جنب كده، على يمين الشاشه او على يسار المتفرج عشان الاعلان يعدي. صراحه 10 من 10 ونجمه، والاعلان عدى فعلا، بالدليل ان الاعلان عدى فعلا وكلنا شفناه. بس هنا يحضرني سؤال، هل معنى كده ان احنا قريب هنشوف ابو تريكه في مصر؟ يعني تتوقعوا ايه؟ ممكن في الكومنتات تقولوا لنا شايفين ايه. انت شايف ايه يا مصطفى؟ يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش.